بالونة ب100,000 جنيه. كيف أفلت إمام عاشور من غضب محمود الخطيب بعد احتفاله بالهدف الثاني أمام سموحة؟ أفلت إمام عاشور نجم النادي الأهلي لكرة القدم من غرامة كبيرة عقب احتفاله بالبالونة بعد إحرازه هدف في شباك سموحة السكندري. وأثار هذا الاحتفال جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظن البعض أنه يقصد إهانة نادي الزمالك. كشف مصدر داخل الأهلي للدستور أنه كان هناك حالة غضب من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب تصرف إمام عاشور الذي كسرت أزماته خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعله يوصي محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي بتوقيع غرامة كبيرة على اللاعب إمام عاشور. وكان المدير الرياضي للنادي الأهلي ينوي توقيع غرامة مالية ضد اللاعب قدرها 100,000 جنيه قبل أن يتدخل أحمد يحيى وكيل اللاعب، الذي أكد أنه لم يكن يقصد أبدا الإساءة لنادي الزمالك خلال احتفاله أمس بالهدف الثاني. طبعا كان في هناك أزمة كبيرة جدا وغضب شديد من نادي الزمالك بعد احتفال إمام عاشور بالبالونة البيضاء عقب إحرازه الهدف الثاني في مرمى سموحة الذي أقيم أمس بين النادي الأهلي ونادي سموحة. غضب كبير جدا من مجلس إدارة نادي الزمالك والجماهير الزملكاوية كلها غضبانة بسبب ما فعله إمام عاشور واحتفاله بالبالونة البيضاء بعد إحرازه الهدف الثاني في مرمى سموحة. إمام عاشور ما كانش يقصد نادي الزمالك خالص، هو كان بيحتفل زي ما كل لاعبي العالم بيحتفلوا على هذا النحو من خلال البالونة. إمام عاشور في غضب شديد من النادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، ولكن تدخل وكيل اللاعب إن إمام عاشور كان هيتوقع عليه غرامة كبيرة جدا جدا، ولكن أفلت اللاعب من الغرامة 100,000 جنيه. وبعد أن تدخل محمود الخطيب لحل الأزمة مع مجلس إدارة نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الأهلي نادي القرن في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. أغرب ما قال حسن المستكاوي عن فوز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد. قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي في تعليقه على فوز النادي الأهلي على سموحة في الجولة الرابعة لدوري نايل أن النادي الأهلي فاز وخسر كولر، مشيرا إلى أن المدير الفني للنادي الأهلي أخطأ كثيرا بداية من التشكيل والتغيير. وأكد المستكاوي أن كولر تحدى العالم بإشراك يحيى عطية الله وهو بعيدا عن مستواه، فيجب ألا نعاقب اللاعب وأصيب. وأكد المستكاوي أن الحقيقة أن كولر الأهلي كبير عليه حتى ولو حقق البطولة الأفريقية، فلديه أفضل اللاعبين لكنه يتعامل بتعالي حتى على إدارة النادي الأهلي، ولو مش عاجبه فليرحل الآن، الأهلي أكبر بكتير من أي حد. تساءل الحسن المستكاوي لماذا لا يتراجع كولر ويغير كل مراكز اللاعبين، وحدث توهان ويجب محاكمة كولر على الأداء في الشوط الأول، ولولا العارضة لكان كولر في وضع آخر. وقال المستكاوي أن النادي الأهلي أخطأ بترك كولر حتى الآن. أول لاعب يرحل رسميا عن النادي الأهلي جمع متعلقاته. نسمع. تحدد أول أسماء الراحلين عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي يصل قطر خلال ساعات قليلة لإتمام إجراءات انتقاله إلى فريق قطر القطري بعد حسم الصفقة مع مسؤولي القلعة الحمراء الذين قرروا عدم تجديد عقده والموافقة على رحيله في يناير 2025. بيرسي تاو يغادر النادي الأهلي إلى قطر، وعلم الأهلي اليوم أن بيرسي تاو رحل بشكل رسمي عن النادي الأهلي في الميركاتو الجاري، ويوقع خلال الساعات المقبلة على عقد انضمامه لفريق قطر القطري، لا سيما أن الجنوب أفريقي قد غاب عن قائمة المارد الأحمر لمواجهة سموحة الأخيرة نظرا لإنهاء إجراءات انتقاله
إلى الدوري القطري. بيرسي تاو يجاور أحمد عبد القادر في قطر. من المقرر أن يعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خلال ساعات رحيل لاعبه بيرسي تاو إلى الدوري القطري عبر بوابة فريق قطر الذي يلعب له أحمد عبد القادر حاليا معارا من النادي الأهلي. بيرسي تاو سيصل خلال ساعات إلى قطر لانضمامه إلى نادي قطر القطري، ووقع على إقرار بترك مستحقاته 350 ألف دولار مقابل حصوله مع النادي القطري إلى 750 ألف دولار. سيصل خلال ساعات بيرسي تاو إلى نادي قطر القطري لانضمامه في الميركاتو الشتوي. بيرسي تاو طبعا وقع على إقرار بترك جميع مستحقاته بالتنازل عن جميع مستحقاته مع النادي الأهلي، وهي 350 ألف دولار مقابل سيحصل اللاعب على 750 ألف دولار مع نادي قطر القطري، وبالتالي في فرق كبير جدا هيستفاد منه اللاعب لانضمامه إلى نادي قطر القطري. بيرسي تاو جمع جميع متعلقاته الشخصية، وفعلا خلال ساعات قليلة سيصل إلى نادي قطر القطري للمشاركة مع النادي بجوار أحمد عبد القادر المعار حاليا من النادي الأهلي. بيرسي تاو طبعا قدم مباريات مهمة جدا ومباريات جميلة جدا للنادي الأهلي، وشارك في العديد من البطولات وحصل على العديد من البطولات مع النادي الأهلي، وطبعا كان ليه دور مؤثر جدا جدا، ولكن انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة خلى المدير الفني وإدارة النادي الأهلي التصرف في والتفكير في بيع بيرسي تاو. بيرسي تاو إن شاء الله خلاص هو هيوقع خلال ساعات مع نادي قطري بجوار أحمد عبد القادر. طبعا لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير علشان يوصلك كل جديد في جديد أخبار النادي الأهلي، وكل يوم نشرة عن أخبار النادي الأهلي.